بقول لك ايه ياما، احنا هنروح عند سعاد. بلاش بالله عليكي تضايقيها باي كلام، عشان انا بتضايق عليها ياما، وكمان هي لسه والدي. وكمان عايز اقول لك حاجه، جابت بنت جابت ولد، ده بتاع ربيني، وانا مبسوط، انا مبسوط لاي حاجه ربنا جايبها لي، والله انا مش زعلان. ماشي يا حبيبتي. انا عمري ما زعلتها يا سعيد، وانت عارف كيدي، وكل ما باجي اتكلم معاها بيبقى حاجي في كل حاجه، وببقى زعلانه منها. اما موضوع البنت ولا الولد، انا نفسي يا حبيبي ان هي ربنا يكرمها بولد كده عشان يشيل اسمك، عشان يوقف كده في ظهرك زي ما انتوا واقفين كده في ظهر ابوك. مش قصدي حاجه، واكيد يعني مش هزعلها، انا عارفه ان هي لسه والدي وكمان بكري، فانا عارفه كل دي. لا يا حبيبي ما تخافش، ومش هعمل حاجه. خلاص ماشي يا عم اللي انت شايفاه يا حبيبتي. خلاص يلا بقى عشان ما اتاخرش عليه. بس بصراحه نفسي قوي اشوف النون، سواء بنت ولا ولد، والله انا فرحان فرحان قوي قوي. يلا يا حبيبتي عشان ما اتاخرش عليه. انا عارفه كويس ان مش عايزه تاخدك مني بعد ما تخلف، بس يلا اهم حاجه بيتك وعيالك يا ابني. يلا يا حبيبي. والنبي عسل يا حاج عسل. ايوه طبعا. ايه البنت سعاد قامت ايوه فاق. ايه يا بنت يا سعاد، ربنا يكملك على خير يا حبيبتي وتقومي بالسلامه. جبت واد قرد كده زيك عسل، ربنا يخليهولي. هو فين يا امي؟ انا مش شايفاه خالص، بس انا تعبانه قوي واول مره احس بالوجع دي. تعبانه. تعبتيني قوي يا سعاد، تعبتيني. بس انا عارف ان انت بكري ومش عارفه حاجه، بس انا مبسوطه قوي يا بنت يا سعاد. هنعمل لك اسبوع يسمع من هنا لاخر البلد ان شاء الله. انا عارفه ان انا تعبت قوي يا جدتي، بس انت الوحيده اللي انت كنت هتستحملين، اما التمرجي ولا غير التمرجي ما كانش هيستحملني. وكمان كنت عامله حسابي انا وسعيد ان انا اولد عند التمرجي، مش هولد في البيت خالص. بس هو ده النصيب، هعمل ايه؟ ربنا يخليكي لي. وقعد سيرة سعيد صحيح، ابوك اتصل بيه وقال له ان انت ولدتي في الشهر السابع، عشان المشاكل بتاعت امه وبتاعته دي هي اللي تعبيتك وخلتك تولدي كده. فهم قالوا ان هم هيجوا يبصوا عليك عشان يشوفوا النونو ويشوفوا كمان انت جبت ايه. هي حماتي هتسكت يعني وهتيجي من غير ما تعرف انا جبت ايه؟ ده هتموت كده هتموت واجيب الواد. والحمد لله ربنا كرمني بالواد عشان ما يحصلش مشاكل بيني وبينها، كفايه اللي هي مش بتطيقني. ايوه بس هي ما تعرفش حاجه، ابوكي كان بيقول لها تحت وهو قاعد في الدار تحت، كان جدتك لسه بتولدك، فما كناش نعرفه هو انت لسه ربنا كرمك بايه. بس هي جايه حرام جايه عشان تطمن عليكي هي وسعيد، ما تعرفش لحد دلوقتي انت جبت ايه يا حبيبتي. ماشي يا امي، انا عارفه كويس حماتي، انت مش هتيجي تقولي لي عليه، انا عارفاها كويس قوي. انا هقوم بقى اغير هدومي دي واتسبح وعشان افوق عشان انا تعبانه قوي. سلام عليكم يا ام سعاد، احنا جينا. ينفع كده يا سعيد؟ يعني المفروض عارفين اللي احنا جايين حتى يجوا يقابلونا كده، مش نتزلي كده ونقعد ننادي على الناس. يما مش من جولها، بالله عليك بالله عليك، مش عايز مشاكل، اكيد عارفين ان سعاد تعبانه وكلهم قاعدين جنبيها فوق، مش من جولها كده. انت يا واد انت كل شويه تقول لي مش عايز مشاكل، هو انت كنت شايف ان انا بتاعت مشاكل يا سعيد؟ ما هما اللي بيبداجوا، مش هما اللي بيبداجوا يا ابني؟ مش مفروض عارفين اللي احنا جايين يعني يبقى عندهم جسور كده وحد يجي يجابلنا؟ هنطلع يعني من نفسنا وهنخش الدار كده من نفسنا يعني؟ خلي عندك صبر يا عم، هننادي على مساعد دلوقتي وهتنسى. ماشي يا اخوي، من جولها كده كلوا عقلك يا سعيد. اول ما عرفت ان مراتك ولدت كلت عقلك وبقيت تيجي على امك. ماشي يا سعيد. ايوه تعالوا اتفضلوا منورين. ايوه معلش احنا بس كلنا قاعدين فوق مع سعاد عشان تعبانه شويه، تعالوا اتفضلوا. اهلا يا حبيبتي. هو انت مين يا حبيبتي؟ انا اول مره اشوفك هنا. والنبي انت عسل يا ام سعيد. انا العروسه الجديد، يعني مرات الحاج عبد الله الجديده يا حبيبتي. ايوه بس انت عسل قوي يا اختي، صبرتي ونولتي يا حاج عبد الله، الله اكبر عليك. طب انت شلتي يا اختي شلتي؟ بقول لك ايه يا عم، مالناش دعوه يا عم. يلا يا عم نطلع يا عم عشان ما نتاخرش عليه. معلش يا حبيبتي بس هنطلع بس ايه عشان سعاد مش عايزه اتاخر عليه. ايوه هم مستنيينكم فوق، تعالوا اتفضلوا. ماشي يا حبيبتي، بس برضه مش جاوبتني على سؤالي. انت شلتي يعني ما انت حامل يعني؟ اصل باين على بطنك كده. مش قلت لك يا عمي ايه احنا ما نتدخلش في شؤون الناس ولا نتدخل في حياتهم؟ بقول لك ايه يلا نطلع اطلع وهسيبك والله. خلاص يا اخوي، كنت عايز اعرف، شكلها مش عايزه ترد علي. والله مش على حاجه، بس الحاجات دي بتاعت رباني وانا مش حاطه دماغي فيه، كفايه علي الحاج عبد الله اللي ربنا يخليهولي. وبصراحه يعني هو صبر ونعل، انت زي القمر زي القمر والله. انا بنت العسل يا ام سعيد، ربنا يكبر بخاطرك يا حبيبتي زي ما جبرت خاطري، وكمان يفرحكم بسعاد جابت لك اكبر احلى ولد في الدين. بجد؟ سعاد جابت ولد بجد؟ عن حق والله جابت ولد فرحين. ايوه والله جابت ولد، انا اللي موفق مع الحاجه وهي بتولده، جابت ولد فوق والله زي القمر، ربنا يخليه لك يا سعيد. ربنا يخليكي يا بلا جمالات. يلا ياما باجي عشان عايز اشوف ابني، انا مش هفضل واقف كده. والنبي ضحكتني يا سعيد. ابله جمالات ايه ده؟ انا اصبه من امك. اصبه من امه؟ او النبي اصبه من امه يا اختي، ده انت عسل خالص. يلا نطلع بقى عشان اشوف الواد دي.
بقول لك يا سعاد مش تقعدي تجوحيني يا بنتي، الفروش دي يتاكل كله. بيقولوا يا بنتي ان اول ما الواحده تولد كده مكان العايل فروج على طول تاكلي وكده وتتقويتي. محدش يا بنتي هينفعك، كلي كده عشان تعرفي توكلي ابنك ربنا يخليهولك. كليها يا سعاد. حاضر ياما والله مش هقدر ازعلك، بس انا مش قادره خالص حاجه تنزل في بطني. طب اقول لك ايه، روحي اعملي لي حلبه سخنه عشان اعرف كده بطني تهدى من الوجع دي. طيب حاضر يا بنتي، بس اجي الاقي اي حاجه بتاكلك من الفروش دي عشان مش تزعليني مني. بقول لك ايه يا سعاد، حماتك وسعيد جم تحت اهم، وانا قلت لهم اتفضلوا وطالعين على السلم اهو يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي، خليهم يتفضلوا، احنا قاعدين اهو. السلام عليكم. اخش يا سعاد. تعالى يا سعيد تعالى. السلام عليكم. منوره يا حبيبتي، منوره يا حاجه، والله وحشتوني خالص. ايه ده ابني ده يا سعاد، انا مبسوط قوي. هو صغير كده ليه؟ صغير قوي يا بيت. والله انت مجنون، ضحكتني. هو مش لسه مولود؟ ما لازم يكون صغير خالص، ما هو لسه مولود يا حبيبي. ربنا يفرحك بيه. اما فين امك يا سعيد؟ هي امك ما جاتش معاك ولا؟ لا جات، بس طالعه على السلم اهو. يام خشي يام. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر يا حبيبتي. الف سلام عليك يا سعاد، ربنا يكمل لك على خير كده وتقومي بالسلامه ويفرحك بيا يا حبيبتي. ازيك يا حاجه، عامله ايه يا ام سعاد؟ الحمد لله يا حبيبتي احنا بخير. اقعدي كده جنب سعاد واتفرجي على الجلد ده يعمل معاك ايه. هيقعد يزيني لحد ما يجريفك. يجرفني يا اختي لحد ما يطهقني براحته. ده يوم الموني اما شفته يا ام سعاد، انا مبسوطه قوي. ربنا يخليهولك يا ابني، الواحد عايز يعيط من الفرح والله. تعالي اقعدي جنبي هنا. تعالي اقعدي شوفي القرد دي مطهقني ومش قادره اقوم اشيله خالص. ايوه النبي قرد يا ام سعاد، قرد خالص مش راضي يقوم. ربنا يخليهولك يا سعاد وتفرح بيه يا ابني. عارف دي مش هينيمكم الليل خالص، هيفضل ينام كده ويفضل سهران، مش هينيمهم خالص احسن عشان يعرفوا ان هم مش بيجوا بالسيه. ايوه ملاك، ده كانوا جارفيننا لحد دلوقتي بيجرفونا بمشاكلهم، ولسه عيالهم لما يكبروا ويربوهم كده هيكونوا جرفونا اكتر كمان. ربنا يخليهولهم. ماشي يا جماعه، الف مبروك وربنا يكمل لها على خير يا رب وتفرح بيها سعيد. انتوا هتعملوا بقى سبوع امتى باذن الله؟ اللي سعاد عايزاه انا هقوم بيه. عايزه تعمل سبوع هعمل ليه، عايزه تعمل عكيكي هعمل ليه، اللي هي عايزاه انا هعمله لها واخلي البلد كلها تفرح كمان ان شاء الله. هنعمل سبوع. عايزه افرح ياما، عايزه افرح وبس اقوم كده واقوم واتقوى كده عشان انا تعبانه خالص، حاسه ان انا هبطاني وتعبانه. طب كلي يا سعاد، كلي يا حبيبتي، امك حاطلك الفروج من ساعه ما دخلني ما لقيناكيش مسكتي حتى الدبوسه بتاعتي. كلي يا حبيبتي وتقوي كده عشان تقدري توكلي ابنك وتقومي بشغل دارك وتقومي بشغل جوزك كمان، عشان تعرفي احنا بنبقى تعبانين قد ايه يا حبيبتي. اتقوي كده وكلي، واللي انت عايزاه انا هعملهولك يا سعاد. بس ان شاء الله احنا عايزين نسميه على اسم جده، ولا هتزعلي؟ اهو بدأنا في المشاكل يا حماتي. هسميه على اسم جده. ايه ده؟ جده اسمه فتوح. فتوح اللي انا اسمي لابني ده، ولابني ليكي حرام عليك اسميه فتوح. لا اله الا الله. ماله فتوح يا سعاد؟ ماله يا حبيبتي؟ ده فتوح ده سيد البلد يا حبيبتي وابو راجلك يا حبيبتي. في ايه؟ ماله فتوح؟ مش عاجبك؟ لا مش عاجبني يا حماتي، وانا اللي هروح اسميه مع سعيد ان شاء الله. ما حدش هيسمي ابني غيري، انا مش هسمي فتوح انا. ما تتكلم يا سعاد، يتكلم. مراتك الشملولي مش عايزه تسمي اسم الواد على جده اللي يشيل اسمه. ما هو كده يا حبيبتي هيشيل اسمه حتى لو مش سميتيه غصب عنك. ايه انت مش عايزه تسميه باسم جده ليه يا حبيبتي؟ مستعريه منه؟ ما تتكلم يا واد انت. والله يا امي انا تعبت منكم، اللي سموه واهم حاجه ابني في حضني. والله تعبت منكم خالص، انا تعبت من المشاكل دي، وانا كمان بفكر اسافر والله واسيب لكم البلد كلها. كملها يا سعيد، كملها وخد هدومك وسافر عشان هطلق منك واسيب لك الدار خالص. امك جايه تتخانق معاي وتجبرني ان انا اسمي ابني على اسم فتوح. انا عارفه ان ابويا الحاج انا بحبه، وانا بحب ابويا الحاج عشان مش تعملوا معاي مشكله. انا بحبه بس الاسم انا مش بحبه. ما حدش يسمي ابني فتوح، انا اسمي ابني زي ما انا عايزه. اللي انتوا بتقولوه دي خد امك وامشي يا سعيد، مش تيجوا تجوروني وانا لسه والدي. حرام عليك. انا همشي بقى يا جماعه عشان المشاكل دي عائليه، انا ماليش دعوه بيه. الفتوح فتوح. اول ترياقه هناخدها من مره ناقصه زي دي جمالات مرات ابوي. اول واحده خدنا ترياقه منها. شفتي جبت لنا كلام ازاي؟ والنبي ده وليه قلت الادب حاج اللي مخليه ابوك يتجوزها يا بنت على امك يا بنت. هي حلوه بصراحه، بس لسانها طويل قد كده. بصي يا حاجي، خلي الاسم ده بعدين، افرحوا بالواد كده، والاسم ده يعني ابوه وامه هم اللي يتفقوا مع بعض بيه. سيبيهم كده عشان ما تعمليش يعني مشكله ما بينهم. معلش يا حاجي، سيبي بنتي تفرح بابنها بالله عليك.
انا مش جايه يا حاجه عشان اعمل مشكله. انا عارفه كويس ان ابني عايز يفرح بابنه، بس انا كمان عايزه افرح انا كمان. انا هسمي الولد باسم جد، وبعد كده يبقى اناديه بالاسم اللي انت عايزاه يا سعاد. اما يا حبيبتي ابني يسمى باسم جده. مفيش كلام هيتني كلامي بعد كده. انا همشي باجي عشان ما ندبش خناق انا وسعاد، عشان كلامي هو اللي هيتنفذ. ينفع كده يا سعاد امك تيجي تحرق دمنا كده وتحرق دم البيت وهي لسه والده؟ ينفع كده؟ الكلام ده في داركوا يا ابني، بينك وبين مراتك. الحاجات دي ما تتقالش كده. امك بصراحه جابت من الاخر لين، احنا خلاص الطاقه خلصت يا ابني. طب انا هعمل ايه يا حاجه؟ طيب امي والله وهي اللي جات، انا ما قلتلهاش تعال، هي اللي قالت لي اروح اطمن على سعاد. ما اعرفش ليه هتعمل كده، ولا اعرف ان هي كمان عايزه تسمي الواد باسم ابوي. سميه وخلاص، سميه وخلاص يا سعاد، ما تعمليش مشاكل، وانا بعديه هروح اغيرهولك على طول. بقول لك يا سعاد امك مش الحاجها، هي خلاص دار عند دارها اهي. يلا وراها يا حبيب، وما تجيبش امك وتيجي تاني ماشي، عشان مش هوقف لكم وناس على اول الدار تحت تطردكوا على طول، عشان انا خلاص كده انا تعبت وهطلق منك. امشي يا سعاد، امشي عشان محروق دمي وانا تعبان. ماشي كده يا سعاد، تكلمي جوزك كده، شايفه طريقي اللي بيكلمني بيها يا حاجه هي دي اللي بتزعلني. انا ما عليه المشكله مع امي دلوقتي، انا مالي، احنا بنحلها مع بعض اهو، بقول لها سمي الواد باسم ابوي، وانا بعد كده هروح اغيرهولك. بتكلمني بالطريقه دي، ما عشان هنزل اتكلم مع اول حاجه. غرف داهيه انت وامك يا شيخ، جايين عشان تحرقوا دمي وتمشي. شفت يا امي؟ شفت العيش اللي انا عايشه فيه؟ وتقولي لي انت تعبانه ليه يا بنتي؟ وولدتي بالسبع، ده انا كنت المفروض اولد من الثالث. تعبت يا امي واستحملت كتير. انا مش همشي يا امي، حتى لو ابويا قال لي خدي ابنك وروحي، مش راجعه الدار دي تاني. انا عايش معاكي هنا، وهو يسافر بري ويبعد عن هنا خالص. اما اني اروح الدار عندي تاني، لا انا هموت لو روحتوني تاني. ربنا يصلح لك الحال يا بنتي. هو نازل دلوقتي يتكلم مع ابوك، هنشوف لكم حل. ربنا يهديكم. المفروض والله في الوقت دي تفرحوا بابنكم، ما تقعدوش تعملوا مشاكل كده. ربنا يهدي سركم. السلام عليكم، ازيك يا حاج عبد الله؟ عامل ايه؟ معلش دخلت عليك كده من غير، بس ما فيش باب هيني ولا في حاجه، عشان كده مش عارفه اخبط على حاجه يعني. انا سالت جمالات قالت لي ان انت قاعد هيني. تعالي اتفضلي، تعالي يا ام سعيد. انا ما اعرفش ان انتوا جيتوا، لو اعرف ان انتوا جيتوا كنت قعدت معاكم. انا ما اعرفش ان انتوا جيتوا. هو انتوا لسه جايين ولا؟ لا ده احنا جايين من بدري جو، وطلعنا قعدنا مع سعاد فوق. ربنا يقومها بالسلامه. بس انا جاي عشان اشتكي لك منها كده، واقعد معاك شويه يعني واشتكي لك من اللي في قلبي. طيب تعالي اتفضلي، تعالي قولي يا ام سعيد، انا سامعك. قولي اللي انت عايزاه. انا قلت اجي لك عشان عارفه ان الحاج عبد الله راجل كبير وعمره ما يحكم بالظلم. انا عارفه ان انت هتحكم بالعدل حتى لو على بنتك. بص يا حاج، طبعا سعاد موصله لك ان انا وحشه وحما وحشه وطول عمري بتخانق معاه، بس انا والله انا قلبي على لساني، ما بعرفش اعمل حد غير يعني باللي على قلبي ده اقوله. مش بعمل بنفاق، انا ما بحبش اعمل بنفاق. طبعا سعاد من ساعه ما اتجوزت سعيد ما جاتليش الدار، ولا حد تيجي عليا كده ولا تقول لي يا ام انت عايزه ايه، ولا هخبز لك ايه، ولا اعمل لك ايه. مش عملت حاجه خالص معايا. عشان كده اخر مشكله مع بعضيني قلت لها انت عمرك ما جيتي عملتي حاجه معايا، وقلت اللي في قلبي. طبعا زعلت. انا دلوقتي وطلعت عشان اطمن عليه، وجيت لها برضه وبقول لها يعني من عشمي ان احنا نسمي الواد على اسم جده. زعلاني وقالت لي مش هيحصل، وطردتني انا وابني من فوق. ينفع يا حاج؟ ينفع نطرد من بيتك؟ لا طبعا خالص، بنتي قليلة الادب. بص يا حاج، جمهور الشخصيه دي والعائليه من قبل ما تتخانقي مع بنتي يعني تعالي قولي لي ان هي مش بتجيلك الدار ولا بتعمل لك حاجه. انا اقدر اتكلم مع بنتي واوصل لها المعلومه. بس يعني اقول لك حاجه، العرايس في الاول كده بتبقى داخلي ولا عارفه حماتها عايزه ايه، ولا عارفه جوزها على ايه، لسه مش عارفه حاجه، فلازم اهلها يعني ايه يوصلوا لها المعلومه. احنا طبعا مش عارفين حاجه، وبنسمع ان حماتها على طول بتتخانق معاه. ايه الاسباب؟ انا ما اعرفش. جمهور ان هي مش بتروح لك الدار ولا بتعمل لك حاجه، انا هكلمها فيه وهي غلطانه. طبعا لازم تعدي على حماتها، ما انت زي امها برضه، ولازم تسال عليك ولازم تقعد معاك كمان. وجمهور ان انت عايزه تسمي الولد باسم جده، ودي حاجه يعني ايه معلش يعني ايه يتفقوا عليها هم. ما نحاولش يعني احنا نتدخل فيه، عشان هي كمان يمكن هي كمان عايزه تسميه على جسمي انا. وعين دي بقى تقول لك ايه انا هسميه على اسم ابوي، وانا والله مش عايز الكلام دي، فاهماني؟ فسيبيهم يتكلموا مع بعض ويمكن ياخدوا حل. ايه ما تزعليش حد منك يا ام سعيد، احنا بنحب. انت كمان بتعارضني في رايي ده يا حاج. انا نفسي سعيد يجيب لي عيل من زمان عشان اسميه على اسم جده، يبقى شايل اسم جده واسم ابوه. انا نفسي في كده. هو عيب يعني ان انا افرح بابني يا اولاد؟
هو عيب، وكمان قلت لها اعمل لك سبوع واعمل لك عقيقي واعمل لك اللي انت عايزاه يا سعاد، بس يعني ايه يعني تحقق لي حلمي دي. انا جاي اشكي لك باقي وانا نفسي يعني وعندي امل ان الحاج عبد الله يحقق لي حلمي ده. يعني يتكلم معاه وقول ليه ان انا ست كبير ونفسي افرح بيه. حاضر، انا قلت لك اي حاجه من غير ما تتخانقي مع سعاد، عشان عارف بنتي، انا عارفها دماغها جازمه على الاخر. تعالي واتكلمي معاي، وانا لو مش جبت لك حقك يا شيخي وبتخانق معاه، انا هجيب لك حقك واعمل لك اللي انت عايزاه، بس من بعيد لبعيد كده بيني وبينك، وانا هتكلم معاه في كل حاجه. انتوا هنا وانا عمال ادور عليكم، عمال ادور عليك يا ام، وانت يا حاج عمال ادور عليك في الدار كلها. جمالات قالت لي اللي انتوا هنا فدخلت لكم. تعالى يا سعيد، انا مستنيك من بدري وما اعرفش ان انتوا جيتوا، والله انا ما اعرفش ان انتوا جيتوا وطلعتوا وكمان اتخانقتوا وكمان سعاد طردتكم كمان. تعالى يا حبيبي. انت بتضحك يا حاج، انا زعلان ان احنا اتعاملنا بالمعامله دي، حتى لو في اي مشكله مش تطردنا انا وامي كده. انت عارف ان سعاد دماغها ناشفه وغلبانه، والله غلبانه وبتتعامل من بره قلبها، مش ده اللي في قلبها خالص. طب ما انت يا جاموسي عارف ان سعاد غلبانه وبتتعامل من بره قلبها، زعلان ليه بقى؟ ومفروض ان انت تعرف امك وتقول لها ان سعاد بتتعامل من بره قلبها مش من قلبها خالص. ده انت جاموسي وهي باغله والله، بتوع مشاكل. وانا تعبت يا حاج، كل شويه اقعد اصلح بينها وبين امي، بيعملوا مشاكل كتير قوي. انا ما اعرفش ان الجواز كده، لو انا في الجواز كده ما كنتش اتجوزت ولا اتنيلت على دماغي. ايه اللي انت بتقولي ده يا سعيد؟ خليك راجل كده، خليك راجل، ولازم تدي حق امك وتدي حق بيتك كمان. واوعى في يوم سعاد تقول لك تقصر من حق امك وتسمع كلامها، وبالعكس كمان ان امك تقول لك تقصر من حق سعاد وتقصر. لازم تدي حق دي وتدي حق دي يا ابني، ده اللي ربنا قاله، انك تدي حق الوالدين وكمان تدي حق مراتك وبيتك. معلش يا سعيد، هي الحياه كده، ربنا يديك الصحه ويخلي لك ابنك يا رب. ايوه يا حاج، كلامك صح، ربنا يقويني. امي قالت لك على الموضوع اللي هي عايزه تسمي الواد اسمه فتوح على اسم ابوي. والله انا كمان ما موافق، انا مش موافق خالص. رايك ايه يا حاج؟ ابوه كمان مش موافق، انا مش عارف اقول ايه. انا مش بكلم سعيد خالص، عشان انا عارفه ان هو هيمشي ورا طوع مراته. انا عارفه كويس قوي. مش عاجبك اسم ابوك، مش عاجبك اسم ابوك يا سعيد. طب اما نروح الدار نبقى نشوف الموضوع دي. ايوه بصراحه انا مش عاجبني اسم فتوح. ايه فتوح سعيد دي؟ ده اول عيل لي، حرام عليك تسموه فتوح فيها. ده يدعى علينا ويدعى على اللي جابونا واللي خلفونا اللي احنا سميناه فتوح. ايه اللي انت بتقوليه دي؟ انا هقوم امشي بقى يا حاج، عشان الكلام ده مش عاجبني. وما نروح الدار يا سعيد نبقى نشوف الكلام ده مع ابوك. سلام عليكم. اقعدي يا حاج، اقعدي، انت قاعده مع الحاج عبد الله. عيب، هنجيب لك المغاد كده عشان تفرحي بابن ابنك. عيب حفيدك، ايه فيها؟ كل البيوت فيها مشاكل، مش من اول مشاكل كده هنقعد نقول مش هكلم ابني ونعمل مشاكل كده والشيطان يخش جواني. عيب، اقعدي كده اما نجيب المغاد كده واشربي. فيها عشان خاطرك انت يا حاج اديني قاعده وساكته اهو، اما نشوف اخره اللي احنا فيه دي. ماشي يا سعيد، ماشي ان شاء الله يا حاج، كل حاجه هتتحل بامر الله. بس كل حاجه قبل ما نعمل حاجه بس نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده، عشان الشيطان بيحاول يبوظ اي فرح يدخل على البني ادم. والله قولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كده واستهدوا بالله ونشرب المغاد كده ونفرح. ده ما شاء الله جاي لنا حفيد جديد داخل علينا برزق ان شاء الله والبركه. نستهدوا بالله كده. ده الوقت الوحيد ان ام حسن هتشوفني فيه، فلازم تشوفني وانا لابسه كده العبايه الجديده دي، وتشوفني جميل عشان لما يجي يتكلم معاه تكون عارفاني، فلازم اكون نظيفه حلوه كده. انا عارف ان انا كده حلو. انت يا بنتي انا عماله انادي عليك، بتعملي ايه هنا؟ انت واقفه بتكلمي نفسك يا بنت؟ اتجننتي دي يا بنتي ولا ايه؟ اتجننتي شكل. ايوه يا جدتي اتجننتي شكل. بقول لك ايه، ابوي قال لي اطلعي اعملي مغاد، فحلو المغاد كده وانا عرفت اعمله ولا عشان ما كسفش يا جدتي. مغاد لمين يا بنت؟ مغاد لمين؟ هو مين اللي جه؟ ام سعاد جت يا جدتي وقعدت مع سعاد واتخانقوا مع بعض زي كل مره وقرفونا، وكمان ابويا بعتني اعمل لها مغاد. ايوه ما هو اكرام الضيف واجب. ماشي، انزلي كده وقدمي لهم المغاد واطلعي على طول عشان عايزين ندخل اختي كده ونسبحها عشان نغير لها هدومها دي ونخليها تاخد العلاج عشان تقوم كده وتظبط طولها. خلاص ماشي يا حبيبتي. السلام عليكم يا حاج. ازيك يا سعيد، عامل ايه؟ اخش يابا اخش. ايوه تعالي يا هناء، تعالي يا حبيبتي. عايز حاجه مني يابا؟ عايز حاجه مني تاني؟ دي بقى بنت هناء يا ام سعيد، فاكراها ايه؟ ما شاء الله كبرتي وحلوتي هناء. بقالي كتير قوي ما شفتكيش. عارفه يا بيت، انا اخر فتره ما شفتك يوم دخلة الواد سعيد دي كنت صغيره خالص. كبرتي وحلوتي قوي ما شاء الله. الخالق الناطق البت سعاد ما شاء الله، تسلم جيدي. طب ما تقعدي معانا كده شويه يا هناء، ما تقعدي معانا.
معلش بقى يا حاج مش هقدر اقعد، اصل جدتي عايزاني يعني نسند كده سعاد ونخش نسبحها ونغير لها هدومها عشان تفوق كده، فهم محتاجيني. معلش حاجك عليا، وطبعا كده دوقي كده المغدي وتقولي لي رايي. من غير ما ادوق ومن غير اي حاجه، مدام القمر دي اللي عامل المغات يبقى زي العسل، زي العسل يا هناء. ربنا يحفظك يا بنتي. شكرا ربنا يخليك. عايزين حاجه مني؟ السلام عليكم بقى. ماشي روحي هناك بقى وخلي بالك من اختك كيتي، خلي بالك من اختك واسمعي كلامها، عشان هي في الوقت دي بتبقى تعبانه يا بنتي. ربنا يفرحني بيك انت كمان. يلا روح. حاضر ياب حاضر. السلام عليكم. لا يا حاج ربنا يخليها لك، ده بقت عروسه وبقت زي القمر كمان، ربنا يحفظها لك يا رب. لا انا ما اعرفش ان هناء كبرت كده وبقت عروس ما شاء الله. انا هشرب بقى المغات وهنتكل كيدي ونمشي، عشان كده احنا اتاخرنا على الدار خالص والحاج الكبير هيزعل. خلاص ماشي واللي انتوا شايفين، والمره الجايه كيدي وبهاتي الحاج وتعالي وبعتي لي السلام. بالله عليك ابعتي له السلام وقولي له ان هو وحشني خالص. حاضر يوصل والله. ربنا يعلم محبتك يعني في قلبه، وهو بيحبك قوي قوي والله، وبعت لك السلام كتير معاي. بس يا خساري انا مش بشوفك خالص. ماشي يا حاج. في يا واد يا حسن، انا من ساعه ما جيت من الارض وانا شايفك قاعد كده، ولا قمت اتسبحت ولا غيرت هدومك ولا اكلت ولا عملت حاجه في سنتك السودا دي. مالك يا واد؟ مفيش حاجه يابا، مخنوق شويه، مخنوق وبفكر في كده، في حاجات كده كتير. سيبوني في حالي بقى. بتفكر في حاجات كتير؟ عليه ما شاء الله مهم قوي في البلد. بتفكر في امور البلد وهتمشي ازاي. مالك يا واد في ايه؟ قول لابوك، قول انا عايز افهم دماغك وقاعد بتفكر في ايه بالظبط. بصراحه يابا اتكلم معاك بصراحه ولا هتزعل؟ ما تتكلم يا واد، ما تتكلم. هو احنا هنقعد نتساير مع بعض كده في كلام نهزر فيه؟ مالك انت من الصبح قاعد القعده دي؟ قول لي مالك، عمال تفكر في ايه؟ بقول لك ايه يابا، انا عايزه اتجوز زي سعيد اخوي. اشمعنى هو؟ ما انا كبرت ومعاك في الارض ومعاك في الشغل وبعمل كل حاجه. عايزه اتجوز انا كمان، اشمعنى هو؟ ضحكتني والنبي. هو ده اللي انت بتفكر فيه؟ ده انت بغل وجاموسي ومش بتقدر تقوم بالعافيه. بوديك الارض تشتغل فيه. عايز تتجوز؟ معاك ايه يا اخوي عشان تتجوز بيه؟ ما انا اعمل فيك بقى يابا، اعمل فيك؟ ما انت اللي مجوز سعيد. هو سعيد كان معايا يعني؟ هو سعيد كان معايا يا حبيبي. انا عايزه اتجوز بصراحه. انا بحب واحده كده، بحب واحده في البلد وخايف تروح مني، ولو راحت مني هموت نفسي والله. تموت نفسك ايه يا ابن المجنونه؟ يا جاز؟ ما انت ايه اللي انت بتقوله دي؟ ومين دي يا اخوي؟ من ست الحسن اللي حسن بيحبها كده؟ بحب البت هناء يابا، البت هناء اختي، البت سعاد مرات اخوي. انا بحبها خالص ومش عارف اعمل ايه. وهي لسه مكلماني وقالت لي ان في عريس جاي ليه، ولو العريس دي ابوها وامها وقفوا عليه والله لا اموت نفسي يابا. انا بحبها خالص. هناء اخت سعاد دي صغيره يا واد، صغيره خالص. وكمان امك مش بتطيق سعاد، حاطين هناء يبقى هما الاثنين على امك. ده امك هتموت وامهم هيموتوها كمان، وهنملى الدار مشاكل اكتر واكتر. ومين قال لك ان امك هتوافق على الحوار دي؟ ده امك هتموتك انت كمان يا حسن. لا يابا، ما امي لو مش عاجبها هجوزها برضه. انا بحبها يابا، وانا جيت اتكلمت معاك اهو عشان انا عارف انت الوحيد اللي هتوقف جنبي. انا مش ليا غيرك وانا بحبيه، وابوها عمره ما هيوافق يجوزني ليه غير ما يكون انت موافق وواقف جنبي. مش عارف اقول لك ايه يا حسن. على امور يومك جايه اهي في السكه، هي واخوك سعيد، ونقعد ونشوف حل الموضوع دي ونشوف امك هتوافق عليها ولا لا. بس يا واد هي لسه صغيره، انا كنت شايف البنت دي صغيره خالص. لا يابا، ده كبرت وحلوت قوي حلوت وبقت حلوه، ولو شفتيه هتتجنن بيها كده. البنت بقت حلوه كده وبقت تتعاكس في البلد، وانا خايف تتاخد مني. البنت بقت حلوه قوي يابا. يخرب بيتك يا عاسل، والنبي ضحكتيني. البنت بقت حلوه. طيب ماشي، مامك تيجي نتكلم في الموضوع دي. اهبل يا طال انت. طيب ماشي، انت موافق يعني؟ قول لي انت موافق ولا لا عشان ابقى مبسوط. والله احنا مش هنلاقي احسن من الحاج عبد الله يعني اللي احنا ناس تاني. بس يعني الجمهور اللي بين سعاد يعني وامك والمشاكل دي جرفتني، فهتيجي بقى اختي وهيبقى بقى ايه صويت حريم هنا بالدار. انت بقى ربنا يقويك، انا مالي، انا ماليش دعوه يا اخوي، مش هتدخل ما بين مشاكل الحريم تاني. انا دماغي صدعتني اخر مره، تعبت قوي. لا يابا، وانا هحاول ان انا اخلي هناء تبعد خالص واجيب لها شقه بعيد عشان تبعد عن اختي وامي كمان، عشان يعني ما يحصلش مشاكل كتير. ان شاء الله امي تيجي وتوافق ان شاء الله يا رب. انا هفضل ادعي كده لحد ما تيجي. عايز امك توافق عليا يا حزين؟ قاعدين كده ايوه، انا ما بسيبكم في الدار لوحدكم وبيفكروا في حاجات تهبلني وتهبل الناس كلها. عايزنا اوافق على اي حزين انت؟ والله العظيم انت مجنونه زي عيالك. تخش كده الدار ولا تقولي سلام عليكم ولا تنادي ولا تعملي اي حس وليه مجنوني. والله انا اتهبلت منك وانت وعيالك.
هي يا حاج انا مجنونه يا حاج، اخص عليك. انا دخلت الدار كده ولسه هقول سلام عليكم لقيتكم بتتسايروا كده مع بعضيكم وسي حسن بيقول يا رب امي توافق على ايه. فدخلت كده قلت ايه اخدكم كده إيه عشان اعرف ايه اللي حاصل. عايزني اوافق على ايه يا حسن؟ تعالي بس جنبي هنا، تعالي جنبي هنا يا ست الكل. معلش يابا يعني ايه اقعد هناك كده عشان انا عايز امي ست الكل دي تيجي جنبي هنا. ايوه يا اخوي ايوه دلعحي طول ما انت عايز منها حاجه، غير كده تضربنا كلنا بالجزمه اللي في رجلك كده يابا. ده انا غلبان، ده انا حسن اصغر واحد والدلوعه بتاعتكم. المفروض يعني تكونوا فاهمين دماغي اللي انا بحبكم مش كلام والله. طب اخلص يا حسن عشان انا ورايا حاجات في الدار عايز اقوم بيه. عايز ايه يا حبيبي؟ عايزني اوافق على ايه وعمال تبلفني بالكلام كده عشان ايه احن عليك ولا حاجه؟ عايز ايه يا واد؟ طب تعالي جنبي هنا، طيب تعالي جنبي عشان يبقى ليا نفس ان انا افتح الكلام كده واقول لك. اها جيت اهو يا اخوي جنبك. قول يا حسن يا اللي مقعدنا انا وابوك جنبك كده. عايز اقوم يا ابني عشان احضر الوكل عشان ابوك ياكل. بصي يا امي اختصارا للكلام وللوقت يعني عشان ما اعوقكيش على الحاجات اللي انت عايزه تقومي بيها. بصراحه انا عايزه اتجوز زي سعيد اخوي. اشمعنى هو يا ام؟ اشمعنى هو وكمان انا كبرت وكمان انا جاي بالشغل كله اللي في الارض بتاعت ابوي ويعني واحد يعني انا واحد اشيل مسؤوليه. اما انا اشيل المسؤوليه واعرف اجيب القرش واصرف على بيتي. ما اتجوزش ليه؟ انت رايك ايه يا اما في الكلام دي؟ والنبي ده انا فرحت يا حاج خالص. ده انا قلت في مشكله. انا فرحت خالص والله. طب ربنا يفرحني بيك يا حسن. خلاص نشوف له يا حاج عروسي ويتجوزها كده ونفرح بيه. دي حاجه يعني ما تزعلنيش خالص يا ابني. ما انت مش فاهمه يا حاج، هو عايز عروسي معينه كده في دماغه وبيحبيها يعني بيحبيها فهو هيقولك عليه، انا ماليش دعوه. عروسه معينه؟ مين دي يا حسن؟ ايوه كده يقول بقى ان في حد في دماغك واكل دماغك مش اللي انت عايز تتجوز يا اخوي. ايوه قول لي بقى مين دي؟ مين اللي واكله دماغك يا اخوي؟ اللي انت بتقوله ده يا ما حدش واكل دماغي يا ام. انا عايزه اتجوز زي كل الشباب. اشمعنى يعني اصحابي اللي في البلد كلهم مخطوبين واللي متجوزين، انا بس اللي ما عملتش حاجه؟ يعني ما اروح اخطب واحده بحبيها؟ بصي يا امي انا بحب هناء وخلاص بقى. انا هقول اللي جواي. هناء مين دي يا واد؟ ما في كتير بنات في البلد اسمهم هناء. مين دي؟ يعني انا هعرفها كده؟ مين دي مين هناء دي يا حاج؟ ما انا قلت لك هو اللي هيرد عليك. انا مش هقول حاجه، انا مش هقول اي حاجه. انا هقوم بقى اقوم اشوف شغل الدار واوكلكم وناكل وبعد كده نشوف الكلام اللي انتم مش قادرين تقولوه دي. انا مش فاضيه للكلام ده يا حسن. ايه بصراحه يا امي هناء دي اختي سعاد مرات اخوي. يا لهوي اصوت من عيالي. هتبقى البنت واختها عليا يا حسن. لا انا مش موافقه على الكلام دي بصراحه. انا شفت البنت والبنت زي العسل الله اكبر عليه. بس لا انا مش هجوزها مع اختها خالص. هما الاثنين هيتفقوا علي. لا يا حاج انا مش موافقه. حرام عليكي يا عم. انا بحبها خالص وعماله افكر من الصبح هعمل ايه. والبنت بقت حلوه قوي وهتتاخد مني. حرام عليكي. ايه دي يا حسن؟ يعني البنت طالعه ولابسه المنديل كده ولابسه لي العبايه عشان اشوفها. ده انتوا عيال فجريه. شوفني بص يا حسن عشان ما ازعلكش انا مش موافقه على الموضوع. بس اديني فرصه كده افكر واشوف هعمل ايه. سيبني بس يا حسن كده وقت افكر فيه عشان الموضوع كبير يا ابني مش صغير عليا. البنت واختيه ده سعاد لسه طرداني من عندهم. البنت اللي قليله الادب دي انا لسه ما عاشرتش هناء ولا اعرف هل هي زي اختها كده قليله الادب ولا البنت مجدبه. سيبني وقت كده افكر يا حسن. ماشي يا ام انا هسيبك براحتك بس تعرفي كده ان حسن لو ما اتجوزش هناء هموت نفسي. اللي انت بتقوله ده يا حسن والله لا اشيل منك وازعل منك. ولو هوافق على الجوازه دي مش هوافق ما دام انت بتعمل كده. يا لهوي يابا هيبقى الواد واخوه سعيد بيوقف قدامي عشان مراته وهيبقى حسن كمان واقف قدامي عشان عايز اختيه. يا رب جويني على عيالي دول. انت رايك ايه يا حاج؟ قاعد كيدي وجويت ابني علي. انا عارفه ان انت جويت ابني علي. وانا هجوي ابنك عليك ليه؟ روحي شوفي عيالك. انا مالي هنا. بقول لك ايه انا ما بحبش اشوف الدار بسببك انت وعيالك. انا همشي ومش هتشوفيني طريق جره تاني. اها بقى الواد وابوه. يا اختي عسل يا اخوي حبيبه امها يا اخواتي بحبيه يا حبيبه امها يا اخواتي بحبيه. اختي عسل ربنا يخليهولك يا سعاد. هو حقيقي حبيب امي وحبيب خالتي ما انا خالته برضه زي امه. ايوه طبعا يا هناء ربنا يفرحني بيك يا رب وتجيبي نونو زي العسل زي دي. ربنا يفرحني بيك. بس قولي لي ايه القمر دي وكل شويه تفاجئني كده بالجلابيه الحلوه دي؟ ايه القمر دي يا بيت؟ لا انا كده اخدها يوم السبوع بتاعي اخد الجلابيه دي منك.
ايوه يا حبيبتي، هو في حاجه تغلى على سعاد؟ ده سعاد دي حبيبتي واختي وكل حاجه خديها. افتحي الدولاب بتاعي وخدي كل حاجه اللي انت عايزاه، بس اديني القمر دي يقعد معايا هنا في الدار والنبي يا سعاد. بالله عليك تدهوني هيني اربهولي. ما انا قاعده معاكم اهو، هو انت فاكري ان انا همشي من هيني بالسهيل؟ انا قاعده معاكم بس تديني الجلابيه. انا عايزه الجلابيه دي منك، عجباني بصراحه عجباني. قمر يا بنتي، انا بقيتي عروسي وهنفرح بيكم قريب ان شاء الله. بقول لك ايه صحيح، هو انت هتعملي السبوع بتاع الواد ده امتى؟ وكمان هتسميه ناويه تسميه يا سعاد؟ قولي لي. وكمان انا نفسي في السبوع قوي، هتعملي امتى؟ الاسبوع ان شاء الله الاسبوع الجاي هنعمله يوم الخميس البياطي، ويوم الجمعه ان شاء الله الاسبوع الكبير ان شاء الله. واسميه دي بصراحه عايزه اعمل مفاجاه كده لحماتي وافريسها، واسميه على جسم ابوكي عبد الله. ايه رايك في الاسم دي؟ يا نهار اسود يا سعاد، هو انت عايزه تعملي كده صح؟ ده حماتك تقوم فيها كده تموتك وتفريسك وتطق فيها تموت. يا بنتي انا ما هو ده اللي انا عايزاه يا بيت، ده طهقتني في عيشتي، كل ما تشوفني تحرق في دمي انا وسعاد وخربه بيتي، ومخلياني كل شويه افكر وفي دماغاتي كده اللي انا اتطلق، فلازم احرق دمي. وهو ابني يا حبيبتي، وهي اللي كانت حملت فيه وتعبت فيه، دي ابني، واسميه زي ما سماه. انت حره يا سعاد، بس بصراحه كده غلط عشان الواد دي يعني ابنه ويعني صلبه زي ما بيقول، ومفروض ان هو اللي يسميه مش انت اللي تسميه خالص. فانت كده هتعملي اكبر مشكله، وبراحتك بقى، انا ماليش دعوه بقى. طب اقول لك ايه رايك ناخد راي المتابعين ونقول لهم اسميه على اسم الحاج عبد الله ولا فتوح؟ انهي جسم احلى يا متابعين؟ قولوا الحقيقي واحكموا بالعدل. ايوه والنبي فكره حلوه خالص، صح كده. وبكده يعني حماتك ممكن يقولوا لها وافقي على اسم الحاج عبد الله. فايه رايكم بقى يا متابعين يا حلوين انتوا؟ نسميه الحاج عبد الله، يعني قصدي يعني عبد الله، ولا نسميه فتوح؟ انهي جسم احلى؟ وقولوا لنا في الكومنتات كده، قولوا لنا الاسم اللي احنا نسميه بيه، واحنا هنسميه وهنفاجئ بيه الناس كلها والبلد كلها يوم الاسبوع ان شاء الله. انا هستناكم، وهقول كمان للبلد كلها اللي ساموا ابني المتابعين الجمال بتوعي. يلا سلام عليكم.